انا بنت بيئتي وبنت مجتمعي وبتاثر. بعدين في شغله، الاعلام صار واصل من خلال السوشيال ميديا، صار واصل بطريقه اسرع، عم تتلقى الخبر يعني بشكل كتير كتير سريع. وانا عايشه بمجتمع موجود فيه يعني موجود فيه هالمشكله الكبيره يعني، وكل يوم عم نسمع اخبار من هالنوع. لما انه يعني اذا بدك استوحينا قصه الكليب من المجتمع، انه حبينا نوصل مساج معين انا وانجي الجمال، يلي هو اكبر مشكله. هيدي هي قصه العنف الاسري، عنف ضد المراه بالاحرى. يعني وعملنا الكليب ووصلناه اتسيمز بطريقه صحيحه وحقيقيه، يعني العالم صدقت شو قدمنا. لو هلا بدي ارجع فوت على استوديو رح ارجع غنيها بنفس الطريقه. اول شيء الحرف التاه موجود، يعني مش باول الجمله، موجود بنص الجمله. انا ما بقدر يعني ما في اقول موطني وشد واعمل، لا معلش تطلع بسلاسه. لو انه كانت هلا الانتقاد الوحيد بهالاغنيه، يعني بدي اقول شغله، انه لما حدا بس يعني بيستوقف حرف وما بيعطي حقها للاغنيه بيكون منه عادل. انا ماني مضطره انه رد على هالشغله. يعني انا اذا بدي غنيه رح ارجع غنيها بنفس الطريقه. ماني مهووسه بفكره، يعني كنت يعني ما بقى قصه هوس بفكره بناء يعني ايه، بس انه انا مع هالشيء اذا لقيت الشخص المناسب. يعني انا مع انه يكون عندي شريك بحياتي، بعدين يعني بيز على انه اذا اتفقت مع هالشريك بحب جيب منه اولاد، بس مش انه بفكر بالاولاد بس لمجرد انه جيب اولاد مع حيلا شخص، انه بس بلاقيه مناسب انه يجيب منه اولاد. لا، انه هيا لا. دايما يعني اذا ما قدرت اشوفهم بالليل للفانز بشوفهم تاني يوم وبتصور معهم وبيستعملوا الصور ويعني، بس مش كل الوقت. يعني اذا انا عم بتعشى بمحل عام يعني هذا وقتي، يعني بس انه مطلوب شويه خصوصيه لهالشيء. بس انا بس كون جايه على فيستيفال وجايه عندي حفله وعندي بابليك ايفنت، انا بوقف يعني يمكن اكثر من غيري بتصور وبتعاطى معهم، بس انه لكل مكان له خصوصيته. هي بس يعني ماني مضطره دافع عن حالي، يعني دليل انه عندي اكبر نسبة فانز يعني او فولورز اذا بدك، تما نعتبرهم كلهم فانز بالعالم العربي. مش رح اقول اهم، بس انه اخذ يعني اخذ حيز كتير كبير، واخذ عن التلفزيون، كيف بيقولوا يعني سرقة الأضواء من التلفزيون. يعني طب يعني هذا شيء طبيعي، يمكن لأنه جديد وهلأ العالم كله انتو سوشيال ميديا وانتو انستغرام وهيك، بس بحس انه التلفزيون بيضل له جوهره يعني وله خصوصيته، يعني ما حدا بيقدر يمحيه، بيلتهوا عنه. بس غير هيك يعني مش مطلوب منا أكتر من هيك، لأنه احنا بنأثر بكتير عالم، بآلاف وملايين العالم. يعني إذا حكينا هيدي شغلة لحالها إنه بنكون ساعدنا وعملنا توعية، بس مش كل الفنانين بيحكوا هيدي المشكلة. يعني أنا دايما بعطي رأيي، بقول إنه أنا يعني بعطي رأيي السياسي، بعطي رأيي باللي عم بيصير حوالي، بس في منهم بيقولوا لي شو بدك بهالشغلة بعد عن السياسة. بقول أنا ما عم بتعاطى سياسة، أنا بقول رأيي كمواطنة عايشة أو كمواطنة لبنانية وكمواطنة عربية بالنسبة شو عم بيصير بالوطن العربي. مش مطلوب منهم غير انهم يحكوا، يكون عندهم موقف، لانه فنانين هن اكثر ناس عندهم بيجذبوا عالم، عندهم ملايين الفانز وراهم. يعني اكثر من انك تحكي وتسجل مواقف، شو بدك تعمل؟ يعني شو بدك تاخذ انه وتحارب؟ يعني اذا اضطرينا شي مره انه بنعملها يعني، بس انه بعد ما اضطر. حبي كل حياتي لقيته وقلبي خلاص اختار.